السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم حبايبي؟ تعالوا بقى مع بعض كده نشوف السردين والبوري اللي احنا مخلينه مع بعض. تمام، سردين وفسيخ. انا سجلت لكم الطريقتين، بس للاسف والله الفيديوهات اتمسحت. المهم بقى دلوقتي هنشوف النتيجة، وان شاء الله برضو نبقى نعملها مع بعض مرة تانية، وهقول لكم برضو انا عملتها ازاي. تمام. ده الاول السردين. طبعا بتجيبي السردين يعني بتشطفيه شطفة خفيفة خالص، وتحطيه بقى في مصفى كده قيمة نص ساعة، وبعد كده تبتدي تجففيه بمناديل او بفوطة ناشفة نظيفة. تمام. وبعد ما تنشفيه كويس هتبتدي بقى هتجيبي كرفس، شوية كرفس محترمين كده وهنقطعهم، وملح حصى او الملح المتوفر عندك، وشطة. تمام. هنحط بقى راق ملح في العلبة بتاعتنا، يعني ما شاء الله حاجة روعة. هتحطي بقى راق سردين، راق ملح الاول خالص. تمام. وبعدين السردين، وبعدين كرفس، رق كرفس، وترجعي ملح، سردين، ملح، كرفس. تمام. الكرفس بقى ميزته ان هو ما بيخليش ريحة زفرة في السردين، يعني حاجة ما شاء الله، يعني بجد روعة. وسبحان الله، يعني انا فاتحة عليه بعد 11 يوم، والكرفس الورقة بتاعته يعني خضرة زي ما هي، كأنها لسه متخرطة دلوقتي عليه. عايزة بقى تفتحي قبل كده، يعني ممكن على 7 ايام لو انت عايزاه يبقى الملوحة بتاعته وسط، انما هنا كان حادق سنة. طبعا المية دي هو بينزلها من الملح. ما شاء الله، يعني حاجة بجد جميلة. اللحم بتاعها احمر وجميل ونظيف. هو اهم حاجة ان انتي بعد ما تشطفيها تسيبيها تتصفى شوية، نص ساعة كده او ساعة، وبعد كده تبتدي تجففيها بمناديل ورق، بفوطة، وتبتدي بقى ترصي فيها زي ما قلت لك، رق ملح، سردين، ملح، كرفس، ملح، سردين، ملح، كرفس، لحد ما تخلصي الكمية بتاعتك وتقفلي العلبة. ويدوب العلبة تبقى على قدهم بالظبط، ما يبقاش فيها فراغ يعني. بعد كده بقى بعد كده بقى لفيت العلبة في في كيس كويس جدا. تمام. انا لفيت العلبة بتاعتي بالاسترتش. تمام، الورق الاسترتش. ما عندكيش يبقى في كيس، وبعد كده تبسطري على العلبة بحيث ان ما يدخلش ليها اي هواء. يعني حاجة كانت ما شاء الله. وده يا حبايبي الفسيخ. للاسف والله الفيديوهات اتمسحت، يعني انا كنت بفضل المساحة على التليفون، مسح لي كل الفيديوهات، حتى كان في شغل تاني انا عاملاه اتمسح كله للاسف. حتى شوفوا انا كنت لفاها في كرتونة شيتوس، كانت موجودة عندي. هتشوفي بقى انا مبسترة الكرتونة ازاي، يعني كأنك بتقتلي قتيل وبتسويه تحنيط تحنيط يعني. هو سر نجاح الفسيخ انك ما تبعدي عنه الهوا خالص، تبعدي عن السمكية الهوا. هنبتدي بقى كده، بسم الله. بصراحة انا كنت خايفة وانا بفتحه، لكن ما شاء الله يعني النتيجة كانت 10/10. الحمد لله. وعلى فكرة الريحة بتاعته غير اللي احنا بنشتريها، يعني هنا الريحة هادية كده وجميلة، تحس ان هي بتفتح النفس.
انما اللي بتجيبيه من بره الريحه بتبقى نفاذه قوي. هتلاقوني بقى لفاه في كذا كذا شنطه، يعني على قد ما تقدري لفي لفي كويس جدا. طبعا المية اللي احنا شايفينها دي هي نسبة مية بسيطة، يعني ما تقلقيش منها. ده بعد ما يعني دي نازلة من السمكة. طبعا احنا بنمسك البوري، بتمسكي بقى سمكة البوري وتشطفيها برضو شطفة خفيفة خالص من بره، ما تخليش المية تدخل جوه الخياشيم. تمام. بعد كده بتسيبيها تتصفى يجي ساعة، وبعدين تبتدي بقى تجففي فيها بالمناديل من الخياشيم ومن بق السمكة من جوه. تمسحي وتنضفي خالص وتشيلي المناديل وترجعي تاني كتير لحد ما تلاقي المناديل بدأت تطلع معاكي نظيفة وناشفة. بعد كده بتحشيها بقى مناديل، تحشي الخياشيم من الناحيتين مناديل والبق برضو، يعني تبرمي منديل كده وتحطيه في بق السمكية. وبعد كده بعد ما تخلصي السمك بتاعك كله، هتبتدي بقى تجيبي علبة او حاجة مطولة كده عشان توقفي فيها السمكة. هنحط فيها منديل من تحت، تمام، في العلبة. وبعد كده نحط السمكية ببوزها، تمام، عشان تصفي كل الدم اللي جواها. وكل شوية بقى تبصي عليها وتشيلي المناديل وتحطي مناديل نظيفة لمدة كام، لمدة 4 ساعات 5 ساعات كده، تمام، لحد ما تحسي ان هي اتصفت خالص. بعد بقى ما بتتصفى بنبتدي بقى نجيب الملح وعليه شطة ومعلقة كركم، تمام، ونقلب الكلام ده مع بعضه، ملح وشطة وكركم. طبعا الملح الخشن، ما نجيش ملح خشن او مش لاقياه عادي بتشتغلي بالملح الناعم، بس هو الخشن افضل يعني. ما شاء الله. هنبتدي بقى قلبنا الملح مع الكركم مع الشطة، نبتدي بقى نحشي السمكية من الخياشيم بتاعتها، تدفسيها ملح، تمليها على الاخر ملح، وهكذا بق السمكية، يعني بق السمكية تحشيه، تمام، وتحشي الخياشيم خالص. وبعد كده هتجيبي الاسترتش بتاعك، هتفرديه وتحطي بقى عليه الملح وتلفي السمكية كلها بالملح من بره. وبعدين تبتدي تبرمي السمكية في قلب الاسترتش، تمام، بحيث ان ما يبقاش فيها يعني سنة هوا. تقعدي تلفي تلفي فيها وتشد الاسترتش عليها جامد، تمام، يعني اللي حواليها ده الملح، واخده بالكم. انا زعلانه قوي والله ان الفيديوهات اتمسحت. اهو ده ملح يا حبايبي. المشكله ان انتي بعد ما تعملي الحاجه وتتعبي فيها ويجي الفيديو يتمسح، يعني بصراحه بتبقي متضايقه قوي. الحمد لله على كل حال. الملح ده خشن اهون، هنبتدي بقى ننضفه كده بالراحه، وهنفتح السمكية مع بعضنا. بعد بقى ما بتلفي السمكية في الاسترتش، تمام، هنلفها في كذا قطعة لحد ما تحسي ان انت يعني كده خلاص، هي خلاص كده استحالة يجيلها هوا تاني. بعد كده بقى تخلصي الكمية بتاعتك كلها، وكل سمكية تتلف لوحدها بالاسترتش. بعد ما لفيناهم كلهم بالاسترتش وقفلنا عليهم كأنها بونبوناية كده، هنبتدي بقى نحطهم في كيس ونلف عليهم، وكيس كمان ونلف، ومفرش. انا جبت مفرش بلاستيك وكيس زي ما انتوا شفتوا معاكم كده. وبعد كده تبتدي بقى ايه، ويا ريت بقى في الاخر يعني كيسين 3، وبعد كده شنطة سودا، وتلفي بقى ببلاستر خالص، تبسطريها يعني كأنك مصفراها بالظبط. وبعد ما تبسطري على الشنط، ما شاء الله، بصي السمكية يعني ما شاء الله، الله اكبر عليها بجد. انا فرحت جدا وانا بفتحها. كان نفسي اسيب لكم صوت الفيديو الطبيعي وانا بفتحها كده، قد ايه كنت فرحانة بيها. فنرجع بقى تاني. بعد ما بتلفيها بقى بالبلاستر، هتجيبي بقى كيسين تانيين وتلفي برضو تاني لفتين 3، تمام، وتحطيها بقى في علبة وتقفلي عليها كويس، وتحطيها عندك على ظهر المطبخ، تمام، ما تحطهاش على الارض عشان الرطوبة والسقعة.
لان هي طبعا بتبقى محتاجة دفع. طعمها روعة بصراحة، روعة. والريحة زي ما قلت لكم والله مش نفاذة قوي زي اللي احنا بنشتري من بره، الريحة هادية كده وجميلة. طبعا احنا لسه هننضف فيها، بس انا كنت بفتحها واوريها لكم الاول. انا قلت افتحها معاكم كده ونشوفها، وطلعت ما شاء الله يعني ولله الحمد جميلة. بتفتحي بقى عليها بعد 11 يوم برضو، يعني دي كانت بعد 11 يوم. بس الفسيخ الحدق بتاعه يعني اللي هو الوسط، عايزاها حدقة سيبيها 15 يوم. لكن كده معقولة بصراحة. السردين بقى ياخد من اسبوع ل10 ايام. عايزاه حادق سيبيه 10 ايام، عايزاه وسط يبقى تفتحي عليه من اسبوع. تمام. وطبعا السردينة كل ما بتسيبيها في الملح كل ما هي بتنشف. انا هنا كده بوريكم الملح الخشن هنا في الخيشيمة، انا مالية الخيشيمة اهي. وبق السمكية برضو حاشية ملح. اهو انا حاشيها ملح زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. وطبعا نخلي بالنا من الطبار، سمكة الطبار وسمكة البوري. تمام. عشان الاتنين فيهم شبه كبير قوي من بعض. يعني الطبار بقها مسحوب، انما البوري هتلاقي بقها من قدام كده عريض. طبعا بقى انضف واوفر من اللي بره، وسهلة جدا يعني، ما فيش فيها حاجة متعبة يعني. هو اهم حاجة زي ما قلت لكم كده تبعدي عنها الهوا. السردين هنحط له كرفس، انما الفسيخ لا. تمام حبايبي. والكرفس تاني بيمنع الزفارة بتاعت السردين، يعني ما تلاقيش في السردينة زفارة خالص. ما شاء الله السمكية جميلة اهي. ما تتقاومش بصراحة، ما تتقاومش يا جماعة. وكده بقى ان شاء الله يكون جهزنا اكلتنا مع بعض. ان شاء الله تجربوها وتبقى سهلة وبسيطة معاكم ان شاء الله، واحسن من كده كمان. ما ننساش اللايك والاشتراك. شكرا حبايبي. السلام عليكم.